يلا نعمل النهاردة مع بعض تحلية كده سهلة وسريعة وبسيطة قوي، من غير فرن ولا زبدة ولا بيض ولا مكونات كتير. تتعمل كده على البارد ويطلع طعمها حلو جدا ومناسبة قوي للصيف. بعد ما عملنا مع بعض كيكة المانجا الفيديو اللي فات، النهاردة هنعمل ليالي لبنان، من الحاجات اللي طعمها حلو جدا ومن الحلويات الصيفية المناسبة قوي، وكمان مكوناتها كلها بسيطة وسهلة للمبتدئين. يلا نبدأ على طول، بس لو انتوا بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم فيديو النهاردة. يلا اول حاجه هنبدا نشوف عندنا مكونات الليالي لبنان عباره عن ايه، وهي حاجاتها كلها بسيطه قوي. هنحتاج عندنا 3 كوبايات من الحليب يكون كامل الدسم، والثلاث كوبايات هنضيف عليها نص كوبايه من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسه ما عليهوش اي اضافات، وتلت كوبايه من السكر. لو حابين تزودوا مفيش مشكله، بس هو كده سكرها مناسب. وهنحتاج فصين مستكه، ده اختياري لو متوفر عندكم. نص معلقه صغيره من الفانيليا، وماء الزهر، وده اللي بيديها الطعم الحلو جدا. بنجهز عندنا كده حله بقى، وهنبدا نضيف كل المكونات دي كده على بعض. هضيف عندي 3 كوبايات الحليب، وعليها الدقيق السميد او دقيق السمولينا، وكمان السكر تلت كوباية. وهحتاج كمان عندي زي ما قلتلكوا نص معلقة صغيرة من الفانيليا، وماء الزهر هنسيبه الاخر خالص. وهضيف عندي 3 فصوص كده او 3 وحدات من المستكة، ممكن نطحنهم عشان نتأكد ان هما دابوا كويس. نقلب على نار متوسطة، تقليب مستمر لحد لما السكر يدوب والمستكة تسيح معانا، وكل الخليط ده يبدأ كده يتقل معايا تدريجيا بالشكل ده. اول ما نوصل للمرحلة دي، اخر حاجة بضيفها معلقة كبيرة من ماء الزهر لو متوفر عندكم، بس ده اللي بيدي الطعم الحلو جدا للوصفة بتاعتنا. تقليبة سريعة، وبنبدأ نشيل الخليط ده كده على طول من على النار. وقبلها طبعا بكون مجهزة عندي صينية بايركس، بستخدم أصغر حجم لأن دي كمية صغيرة. بدهنها شوية كده من المية عشان الخليط ما يلزقش معانا، وننزل على طول بخليط السميد ده وهو سخن على طول مباشرة، عشان يتماسك كده في الطاجن بتاعنا وياخد الشكل بتاعه. نديها كده خبطتين عشان نساوي السطح، ولازم نسيبها تبرد وندخلها التلاجة على الأقل نص ساعة تتماسك وتكون كده طبقة على الوش. على بال ما تبرد معانا، هنجهز مع بعض كريمة القشطة. هو المعتاد بنحط لها قشطة، بس أنا بحب أضيف الكريم شانتيه معاها، بيديها طعم حلو. عندي كوباية إلا ربع من كريمة الشانتيه الخام، و3 معالق كبار من السكر. وهحتاج عندي شوية فانيليا اختياري، وممكن تحطوا كمان معاها ماء زهر لو حابين. وهحتاج كوباية حليب تكون ساقعة جدا، بنضيفها تدريجي زي ما اتعودنا، وده بيرجع لنوع الكريم شانتيه. في نوع بيحتاج كمية سوائل أكتر أو أقل على حسب، بنضيفها تدريجي وخفق كده مستمر لحد لما الخليط يبدأ يتقل معانا تدريجيا ونوصل للقوام اللي احنا حابينه. وضفنا باقي الحليب اللي عندي، وأعلى سرعة لمدة 3 أو 4 دقايق، هنلاقي إن الخليط بتاعنا بدأ يتماسك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. في المرحلة دي ببدأ أضيف آخر حاجة عندي، هي القشطة، سواء قشطة وش لبن أو قشطة العلب. دي وزنها 120 جرام. بناخد منها كده علبة، ممكن تزودوا لو انتوا حابين طعم القشطة يبقى اكتر او غني. واخر حاجة بنضيفها القشطة ليه؟ عشان مش عايزين نخفق فيها كتير، مجرد بس ان احنا بندمج المكونات مع بعض، لان الخفق الكتير او التقليب الكتير فيها هيخلي القشطة تفصل معانا، ويبقى الكريمة بتاعتنا مش احسن حاجة. بقت جاهزة عندنا بالشكل ده، وده القوام اللي احنا محتاجينه، بلاش يبقى خفيفة اكتر من كده. هطلع عندي دقيق السميد اللي احنا جهزناه مع بعض او طبقة السميد، بعد ما بردت خالص وعملت طبقة زي ما انتوا شايفين كده بقت متماسكة. لازم تبقى ساقعة وباردة معانا عشان الكريمة ما تسحش اول ما احطها على الوش. حطيت عندي كمية الكريمة في الكيس الحلواني، وببدأ اوزعها بالطريقة دي. وطبعا ده اسهل لي في التوزيع عشان تبقى كلها طبقة واحدة، وما تبقاش في حتة اعلى من التانية او حتة تكون قليلة. وبعد كده بنجيب السكريبر او بظهر السباتيولا، ونبدأ نساوي السطح بتاعها، لان ده الشكل النهائي اللي احنا هنقدمه عليها، فلازم نساوي الطبقة بتاعتها. كده بقت جاهزة عندنا. لازم ندخلها التلاجة كمان مرة، مش أقل من ساعة أو ساعتين، عشان تبقى متماسكة لما نيجي نقطعها تطلع كده قطع متماسكة ومظبوطة، ما تبقاش سايحة كلها في بعض. أنا بصراحة سبتها في التلاجة ما كملتش ساعة وطلعتها على طول، وكانت برضو طالعة كويسة، بس لو قعدت أكتر من كده هتبقى أحسن. وبنزينها بأي نوع مكسرات متاحة عندكم. وبكده بتكون ليالي لبنان جهزت عندنا، تحلية سهلة وسريعة وبسيطة قوي. وعايزة أقول لكم ان هي بتعمل لنا كمية معقولة وتكفي تقريبا يعني حوالي 6 عدد افراد او اكتر شوية.
وطلع معانا بصوا متماسكة وجميلة جدا. انا ما سبتهاش كتير في التلاجة بس طلعت برضو معانا مظبوطة وشكلها متناسق الى حد ما. التحلية دي سهلة وسريعة وبسيطة وصيفية جدا. زي ما قلت لكم الجو الحر ده محتاجين ناكل كده حلويات تكون خفيفة وفي نفس الوقت ما تاخدش وقت كتير وما نحتاجش فيها فرن ولا مكونات كتيرة. دي الطبقات بتاعتها، طبقة السميد وطبقة القشطة اللي فوق، بيبقى طعمها اكتر من رائع. عايزه اقول لكم الوصفة دي طعمها بجد خرافي. هتبدأوا تاخدوا واحدة ورا التانية بجد مش هتشبعوا منها. عايزاكم بقى تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وطبعا مكوناتها كلها متوفرة في البيت، وهتلاقوا طبعا المقادير مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو. لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش اللايك والشير، ولو بتشوفوني لأول مرة اعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد لو حابين.